السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلوا عارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجه عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد ان احنا نحمل التطبيق ونشتغل على اكتر من عده ايام، عشان كده بدعوكم ان انتوا تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في عضويه مميزه. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه زاد درايفر. التطبيق ده مساحته 48 ميجا، حمله اكتر من 10000 شخص. التطبيق ده تطبيق شبيه لاوبر وقريب، تطلب من عليه رحلات ان هي توصلك لاي مكان انت عايزه. بس التطبيق ده تطبيق خاص بالكباتن اللي هم بيبقوا عايزين يشتغلوا تبع التطبيق ده. يعني لو انت عندك عربية وحابب ان انت تشتغل عليها، تعمل لك دخل اضافي او تشتغل في الوقت الفراغ بتاعك او في الوقت اللي انت ما عندكش فيه شغل، او في وقت مثلا انت رايح في شغلك مثلا تفتح الابليكيشن. واحد مثلا يكون رايح نفس الطريق بتاعك ف تاخده معاك، ويكون طبعا ليها الاسعار بتاعته تكون عادله. والكوميشن اللي هم بياخدوه من كل كابتن ما بيكونش مبلغ عالي. فطبعا التطبيق ده هينفعك وهيفيدك جدا. لو انت عندك عربيه بتقدر انت تحمل التطبيق وتشتغل عليه وتحط العربيه، او تصور العربيه وتدخل الرخصه بتاعتك ورخصه العربيه، وطبعا موديل العربيه ونوعها والحاجات دي كلها. وبعد كده هما بيتواصلوا معاك وبيقولوا لك ان انت هتبدا اول رحله من مثلا من يوم كذا، وتبدا بقى انت تفتح الابليكيشن وتبدا تنزل وتشتغل. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان في بعض الناس بتشتكي من ان يعني الدخول وان هو تشغيل التطبيق صعب. مشاكل تقنية، مشاكل في خدمة العملاء، الاسعار مش عادلة. يعني لما بياخدوا الواحد مثلا بياخد رحلة، الكباتن بيشتكوا ان السعر بيكون قليل على الرحلة. طبعا ده ممكن يكون يعني العميل اللي هو مثلا خد رحله مثلا باقل من السعر ده ممكن يكون ليه بونص او ليه خصم او ليه اي حاجه، فمش يعني مش كلها بتكون الاسعار مش كويسه. بالاضافه لان بعض الناس بتشتكي برضو ان هي ال يعني التفعيل على التطبيق مش بيكون سهل. في ناس بتقول سجلنا على التطبيق بقالنا فترة ولم يتواصل معانا حتى الآن من قبل التطبيق أو القائمين على التطبيق. بس كده ده الغرض والعيوب والمميزات بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك الفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة أو عيب للتطبيق في أي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.